يا صباح الخير، كيفكن؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكن. شوفي ما في شو عاملين اليوم. والله اليوم ضحينا بالنوم، اسكتوا، لأنه نمنا امبارح الساعة 5:30، يعني أقل شي في الساعة 1. بس طبعا محمد فايق قبلنا، شافوه الأولاد، فهلا نازلة لتحت. لما فقت أنا وريتشو شفناه عم يعمل قهوة، كان قالوا لماما أو نازلين يقعدوا، قال بالضبط النميمة. فرطني ضحك محمد على الصبح. فهلا رح جهز حالي، وصيت على بقدونس. أنا عايدة لأخواتنا الإماراتيين، كل عام وانتم بألف خير يا رب. اليوم عنا احتفال بعيد الوطن الإماراتي، إن شاء الله يضلوا بخير على طول. فوصيت على شوية أغراض. لا هلا طلبت أنا بس بقدونس، بدي أعمل يلنجي. طلع ابن حماي بحب اليلنجي، ما بحب اليبرق. فالمهم رح بلش أول شي باليلنجي، لأنه ريتشو بده يشرب قهوته ويصحصح لين زيتي بأغراض اللي بدي إياهم، يعني هيك عرفتوا. فرح أعمل سفرة مكسة بين أخواتنا الإماراتية، أكيد أصناف من الطبق، من الأشياء السورية يعني. فاليالنجي شي أساسي، بس ما رح كتر هالمرة، عملت إنجرة صغيرة، عرفتوا. وهيك أما شوفي عمري طبعا هلا هو أكيد أنا بعرف حالي شو، بس أنا استغربت من البنت امبارحة كيف عم تقلي إنه ما رح يعرفوا الاحتياجات اللازمة للبيت قد المرة. يعني هلا مثلا شوف امبارحة احنا جبنا دواء غسيل، بس هي اكتشفت انه انا بخيل لاني ما سمحت لزوجي يجيب مثلا سبع علب مرتديلا، تركته يجيب 5. هي الفكرة مثل ما قلت انه الرجال جبت 9 كيلو، وجبت العرض اللي فيه تقريبا 5 كيلو. اوكي، هذا بالنسبة يمكن في عم تشوفوا كتير، انا بالنسبة لي ما له كتير. ليش؟ لأن انا كتير بغسل، غسالتي ما بتوقف ابدا. بس في اشياء اذا جبتها كتير زيادة عن حد اول راح تكركب لي مثلا المطبخ. ثاني شي انه انا بضل بنزل على السوق، واكيد يعني ماني مقطوعة، ماني قاعدة بمكان ما في حدا يوصل لي، او اذا ناقصني شي او لا سمح الله فجأة مثلا خلص الشغلة من عندي، فيني انا اطلب دغري مثلا ديليفري، انه عادي يعني. فلهذا السبب ايام انه بس نكون بالسوق ريتشو لا ما تجيب، حتى مثل ما قلتي انه مثلا فواكه ريتشو كتير بيكترك. قال له يا حبيبي والله لا، انه حرام حرام، ما في حدا عم ياكل. قال الاولاد مثلا مرقت فترة كانوا يضلوا ياكلوا كتير موز، ماشي، ما حد اكل، ما حد اكل ابدا ابدا. ايوه مدام، شو حبيبتي؟ إيه حطيهم بالثلاجة هون صغيرة. راح حطيتهم امبارحة بالاسانسير، جايبون محمد معهم. متحمسة افتح هدية ربا، بتصدقوا؟ هي من المرة الماضية لما اجت لعندي قالت لي بدها تجيب لي انه هي عندها هي منا بالبيت، قالت لي كتير منيحة بما انه انت بتحبي تشربي بيبسي ودول الاشياء، هي بتعمل كتير شغلات. قلت لها لا ما تجيبي شي حرام، تعي انت بس انه لعنا نحن مشتاقين لك. اختي اساسا هي كان جايب شنطة كتير صغيرة، كم غلط يعني، لانه هي اساسا ما اجت كتير. بس هلا هي بالكناري، هي كنارية انتي. الله يهنيها يا رب. لا والله ما حكيت معها كمان، صورت لي الاجواء عندها وين قاعدين. لازم والله نحن نتفق على سفرة نجتمع بشي مكان، مثلا نحن وبيت ربا ومحمد وهيك، عرفتوا. والله خرج نروح كلياتنا على تايلاند، بس تايلاند بعيدة عليهم. يعني نروح على بلد يكون فيها فعاليات كتير، لأنه بس الواحد يكون مثلا مع جروب، يعني خاصة إذا كان أهله فبينبسط أكتر. يعني تخيلي لو كنا بتايلاند ومعنا محمد وربا وهيك، كده انبسطنا كتير عن جد. هلا أخذت من هي الحمراء وانا هي جديدة، هلا فتحتها. هلا هدول حلوين بس ما بحس لونهم كتير قوي. هي جديدة فتحتها، هديك كان لونها كتير خفيف. هي بتحسوها مرطب أكتر ما تعطي لون.